السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بعظمته. الحمد لله على ما وهبنا وتفضل به علينا. اللهم اهدنا بنورك وارشدنا وسدد قولنا وخطانا. نبدأ درس النهاردة، هو الدرس الثاني من دروس تعبير الرؤى، وهو تفسير الرؤى بدلالة الحديث الشريف. فازاي هنفسر المنامات بدلالة الحديث الشريف؟ زي ما عملنا الدرس اللي فات في تفسير المنامات بدلالة القرآن الكريم، هنستنبط تفسير رموزها من الحديث الشريف. حاجة مهمة عاوزاكم تعرفوها وتحطوها في الاعتبار، ان تفسير المنامات ممكن يكون من القرآن الكريم وممكن من الحديث الشريف، ولو ما كانش من القرآن والحديث ممكن يكون من الأمثال الشعبية أو الأشعار المشهورة عند العرب أو كلام عامة الناس. زي إيه؟ زي المثل بتاع باب النجار مخلع. لو شفنا نجار وبابه مخلع، فالتفسير هيكون إن صاحب المنام يكون له ابن فاشل أو ابنه لا يشبهه في العمل، يعني ما بيشتغلش زي والده. نرجع لموضوع فيديو النهاردة، وهو التفسير بدلالة الحديث الشريف. فناخد رموز المنام وتفسيرها من الحديث، أو نتعلم من الرؤى اللي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومعلومة ليك كمفسر أحلام لازم تعرفها، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع بالصحابة وكان بيسمع رؤاهم، وكان الصحابة بيتسابقوا عشان يفسروها. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرؤيا الصالحة هذا الحديث، اسمع كويس: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث إن الأنبياء كان بيجيلهم الوحي من السماء ويخبرهم بأشياء ما كانوش يعرفوها. كذلك الرؤيا الصالحة للإنسان الصالح تخبره بأشياء في المستقبل، فضل ونعمة من الله. ندخل بقى على استنباط رموز أو تفسير رموز المنامات من الحديث الشريف. زي المثال ده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفقا بالقوارير. يقصد في هذا الحديث الشريف القوارير هنا النساء. فإذا رأى الرجل قارورة مياه دل حالها على حال زوجته، وإذا كان أعزب ورأى قارورة مياه دلت على زواجه، وإن كان لديه أكثر من قارورة دلت على تعدد زوجات هذا الرجل، أو قد تدل على إنجاب البنات. والله أعلى وأعلم. ممكن أديلكم أمثلة تانية إن شاء الله الفيديو اللي جاي، بس عشان مش عاوزة أطول عليكم. وتابعونا على جروب الفيسبوك لتعليم التفسير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش كمان تعملوا كومنت تشجيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا هذا العلم واسقنا منه حتى نرتوي، واجعله حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.